طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. الله الكلمة اللاهوت، المتجسد فيها ايه؟ ناسوت. لكن بعد الاتحاد ما نقدرش نفصل. يعني ندي مثل بسيط، مثلا اللي اتصلب على الصليب كان اللاهوت ولا الناسوت؟ خدوا بالكم عشان هعيد على مسامعكم ما قلت في بداية المحاضرة، أن عدم استعمال الدقة في التعبيرات اللاهوتية يؤدي إلى إيه؟ إلى هرطقة. أنا أعلم أنكم مؤمنين ولستم هراطقة. اللي يقع عليه الصلب والألمات والمسامير ده اللاهوت ولا الناسوت؟ طب هكلم الناسوت لوحده ولا كان متحد باللاهوت؟ لأنه لو كان الناسوت فقط هو الذي صلب كان خلص نفسه. لكن اتحاد اللاهوت هنا أعطى الخلاص لكل العالم في كل العصور اللي قبل كده واللي بعد كده. عشان كده يستعمل الإنجيل إنه خلصنا بدم صليبه. دم من الناسوت، لكن بدون وجود اللاهوت مش ممكن.